الهوى سلطان فيلم تجاري وده شيء ما يعيبهوش، بس أنا عايزاك تشوف الفيديو ده قبل ما أعرض لك رأيي الشخصي. انا بس عايز اعلق على الفيلم بتاع الهوى سلطان، معلش مع احترامي يعني، اللي عامل ضجه اليومين دول. انا شفت الفيلم بصراحه يعني، بغض النظر انا نمت 4 مرات في الفيلم، صحيت ونمت، صليت العصر، نمت، صليت المغرب كده وهو لسه شغال. ما فهمتش في الاخر هم عايزين ايه يعني. هم عاملين يلفوا بالعربيه، عاملين يحرقوا في بنزين، مع البنزين غلي، مش عارف ايه، مفولين وفي انتاج وفي عمالين يحرقوا في البنزين. جابوا لنا دوار البحر على راي زميلي عثمان بدران حبيبي، اتفرج معايا وقال لي على ايمن انا جالي دوار البحر، قلت له ما بيلفوا، قلت له خلاص اركن على جنب وانزل يا عثمان، ما تقرفناش، انا دافع تيكت سينما عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. فما فهمناش لا انا ولا هو، قلت يمكن العيب فيا انا اساله، فلقيت هو كمان هو مش فاهم اي حاجه، نام مني برده في السينما. فمش ده موضوعنا، مش ده موضوعنا، ولا ممكن اتقبله عادي مفيش مشكله. اخراج سيء جدا برده مش ده موضوع. جماعه بس يا ريت يعني اللي يالف ما يخرجش واللي يخرج ما يالفش، معلش ندي العيش لخبازه، كل واحد في حتته، عشان ما نقرفش معانا المشاهد ونحيره ونلففه وندوخه. الراجل جاي من الاخر حارق فلوس ودافع وسينما وبتاع وصارف، فيطلع في الاخر مش فاهم اي حاجه. عرفتونا بصراحه. انا الموضوع يا جماعه اكبر من كده بكتير، انا ما فهمتش اي حاجه من الفيلم ده، مفيش اي رساله وصلت لي غير رسالتين، وللاسف وصلوا لي بشكل واضح وصريح، ان الشرب بقى عادي جدا في مجتمعنا، واي حد ممكن يشرب في البيت، في الشارع، في الخروج، الموضوع بقى عادي جدا وبسيط وسهل. وموضوع المساكنه حبايبي والله يعني بيوصلوا للبنات وللشباب والاجيال المنيله ب 60 نيله اللي طالعه ان المساكنه بقت عادي جدا خالص، مفيش مشكله. روحي يا حبيبتي، روحي مخنوقه مكبوته، روحي الواد حماده البيت، اقعدي فضفضي معاه، يطبطب عليكي، يقوم ظرفك واحده بوسه في واحده حضن، هتطلعي الكبت اللي جواكي، تنطري المشاعر اللي جواكي وتفكيها. فاسكنوا مع بعض، اي اتنين زعيل يطلعوا اجروا لكم شقه ب 3 4000 جنيه في اي خرابه تاخدكم، واعملوا مساكنه، فضفضوا وطلعوا كبت المشاعر والاحاسيس. هذا اللي وصل لي والله. بغض النظر كان في بوسه عابره كمان يعني في الاسانسير، جت كده هي فتحتوا عيونهم، علشان كده حطوا كاميرات في كل الاسانسيرات وفي المولات، مش هنلاقي حته نبوس فيها بعد كده. كان في كده حته مشبك سريعه